والله حتى سبع هاد الدري. واش بنتك هز جلويه كنشفر واش انا مجرم باش تشدني ولا واقف عليا شي انا مواطن علاش شاتني باش من توما شنو يتوما باش ما عتاقني. السيد هضر بعقلو، هضر معقول، هضر مصواب، هضر بالآداب، وقال له ما عندكش الحق تعتقلني حيت ما درت حتى شي حاجة، عطيني شي تهمة. هنا فين كيبان الوعي، ملي كيكون الإنسان واعي وقاري راه ما كتقدرش تشد عليه الغلط، وهذا الشيء اللي طرا مع هاد الدري هذا. انا مواطن، اشرح لي انت في خدمه المواطن. يلا عندي الحق نعرف واش جاوبني، عطيني جواب مقنع نمشي معاه. انت في خدمه المواطن راه هادشي راه ما يمكنش. او انتم وليا كنشوفوكم ملي كنتم تخلعوا راه ما يمكنش هادشي هذا. ونيشان المواطن، الأمن راه في صالح المواطن، في خدمة المواطن، كيسهر على راحة المواطن، وهذاك الشيء اللي قال له راه ما قال حتى شي كلمة ديال اللعب. كاين شي وحدين كيبقاو يتعاملوا بعنف، ولكن هاد الدري هذا هضر بالعقل وهضر وقال الكلمة ديال الحق، راه ما قالش العيب الصراحة. راه ما يمكنش هادشي هذا. عطيني سبب، عطيني علاش ما عتاقلني انا واقف في الزنقه ما بنتك كنتيش وانت باش تعرف ما عتاقلني انت جايبني من اللي كتجرب فيا بدي بهذا من نحواله. واه حشومة الصراحة، كيجروهم بحال الحوالة. قال له جرني من هي بحال شي حولي بحال شي حوالة، قال له عطيني شي سبب وانيش الرخص. هو لو كان نجيو نشوفو راه ما كان حتى شي سبب على الاعتقال. هادوك اللي كيديروا الشغب، هادوك اللي كيديروا العنف، هادوك اللي كيديروا الشغب والعنف هادوك خصهم يتعتقلوا، ولكن الانسان اللي واقف مسالم وداير وقفة سلمية ما عليه والو الصراحة، كيطالب غير بالحقوق ديالو، ما قالش العيب. كيفاش داب هذا؟ كيفاش داب هذا مالو كوري ما يمكنش هادشي. باش تعرف بانه ما عليه والو في الاخير انه طلقوه قنعوه. علاش كنقول لكم الوعي، القرايه، الوعي والعقل راه هو السلاح ديال الانسان. السلاح ديالو هو العقل. هو السيد واعي وقاري وعارف اش كيقول وعارف اش كيدير، قنعوه في التالي هو طلقه. لو كان شي واحد في بلاصتو ما يعرفش يتعامل ما يعرفش يهضر غادي يهزوه حتى هو للصافيط بحالو بحال خوتو بحالو بزاف ديال الناس.